5 حاجات هتساعدك على التركيز في المذاكرة او اي تاسك بتعمله. رقم 1، اظبط تايمر للمذاكرة، لانك طول ما انت مش ظابط تايمر للمذاكرة فانت سايب الموضوع مفتوح وقابل انك تتشتت في اي وقت. رقم 2، ما تستناش الادوات المثالية. مش لازم تذاكر بالقلم الروترينج، ومش لازم تستنى الظروف والادوات المثالية لانها مش هتيجي. رقم 3، حاول تقفل الباب عليك، وده مش فايدته انك تقلل الازعاج بس، انت لما بتقفل الباب بتدي لنفسك انطباع انك بتعمل حاجة مهمة وانك لازم تركز فيها. رابع حاجة، اخترع ديدلاين. احنا كبشر عندنا طبع اننا مش بنخلص الحاجة المطلوبة مننا الا لو كان ليها ميعاد متحدد، فلما تقول لنفسك المذاكرة دي محتاجة اخلصها في ساعتين هتنجزها وتخلصها في ساعتين. خامس حاجة، خلي جنبك ورق لكتابة الافكار، وده فايدته ان لو جاتلك فكرة خارج اللي انت بتعمله لكن هي فكرة مهمة فعلا فانت تسجلها في الورق ده وتطبقها بعدين. ولو عجبك المحتوى اللي بقدمه انصحك تعمل لي فولو.